عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل غسول او شامبو يعني يخلي لك شعرك كده تحفة بمكون اول مرة اظن يعني تعرفيه، قليل من الناس اللي تعرفه جدا. مكون هيخلي شعرك كأنه حرير. نعمي شعرك بمعلقة واحدة بس من المكون ده. هنبدأ ان شاء الله الوصفة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. هنبدأ الوصفة بايه؟ هنبدأها ان شاء الله لو عندك فص ريفو، برشام ريفو او اسبوسيد او اسبرين، اي نوع من البرشام من النوع ده. هي فص واحد بس اللي هتاخديه او برشامه واحده بس اللي هتاخديها. هنعمل فيها ايه؟ هنطلع قرص البرشام من الورقه بتاعته، هنحطها على حاجه ولازم ندقه عشان خاطر نسرع في ان هو يدوب، يعني في الميه اللي هنعملها فيه. ده كده قرص الريفو، هتدقيه باي حاجه بقى عندك بشويش كده على ورقه وحطيته وندقه عشان انا عايزه اهرسه خالص. كده هنحطه في طبق، هنحط عليه هي دي بقى المعلقه بتاعه المكون الخطير ده. هي ايه؟ هو السكر منعم للشعر جدا. لما تحطيه على شعرك او في الشامبو اللي انت هتعمليه يخلي شعرك حرير بمعنى الكلمه. جربيه وشوفي وقولي لي. يبقى كده معلقه سكر وقرص من الريفو، هندوبهم شويه كويس في الميه، وبعدين هنحط عليهم اي نوع شامبو انت بتستخدميه، اي نوع شامبو انت بتستخدميه وبترتاحي فيه. هنحط معلقتين من الشامبو. ما عندكيش شامبو حطي، جيبي اللي هي الكياس الصغيره دي، حطي برضو كيسين، هي تقريبا الكيسه معلقه يعني. هننزل كده اهوت الشامبو في نص كوبايه الميه اللي دوبنا فيها السكر والقرص البرشام، وهنحط كمان معاهم معلقه من الخل، خل التفاح، خل ابيض، اي نوع خل، او ما عندكيش ممكن نص ليمونه، عصره نص ليمونه. هندوب كده مع بعض. الخل طبعا احنا عارفين الخل منظف للشعر لفروة الراس، ويشيل القشرة وينعم كمان الشعر ويطريه ويخليه كويس جدا. هنحط كمان هنقلب الخليط كده كويس جدا لغايه لما يتماسك، وبعدين هتغسلي بيها شعرك. طبعا احنا عارفين كلنا ان الشامبو ما ينفعش تحطيه على طول مباشره على راسك، لازم تدوبيه في حبه ميه كده الاول عشان غلط على الشعر. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. حطي لي لايك، ما تنسيش. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.